ولا إنك تضرب لمجرد إنك قادر تضرب، لأن لو القوة معناها إن أي واحد يقدر يأذي يبقى راجل، هيبقى البلطجي اللي في الشارع هو المثل أو هو الأسطورة. الفكرة إنك تبقى عارف إمتى تستخدم قوتك وإمتى تمنعها، ولو اللي قدامك فعلا اعتدى عليك أو على اللي معاك، فالدفاع عن النفس حاجة محدش يختلف عليها ولا حد يلومك. في فرق بين واحد بيدافع عن نفسه وواحد بيدور على أي سبب عشان يثبت إنه جامد. بصي أنا حلو إزاي، بصي العضلات، بصي أنا ضربت، أنا ممكن أكسر الدنيا كلها عشانك. بص ده لآخر الشارع ده بصلك، أنا رايح أضربه. هل ده طبيعي؟ هل دي رجولة يعني؟ أنت كده وحش يعني ومفيش منك؟ بتحبها أنت كده يعني؟ الراجل القوي مش اللي يدخل كل شوية خناقة، ولكن يدخل الخناقة ويبقى عارف إمتى يستخدم دراعه وإمتى يستخدم عقله. تخيل عزيزي المشاهد إنك معاك أخت وكل ما يخرج معاها يتخانق بقى ويملى الدنيا ويخرب ويكسر ويعمل. هل ده طبيعي؟ هل انت هتحس ان على اختك او بنتك بالامان؟ بالعكس، هو هيمشي هتلاقي الناس كده بتتلفت عليه. ده واحد تعبانه منه يا معلم، ده واحد الناس بتعدي من جنبه عايز يتخانق معاهم. يعني اللي قادر يضرب واختار ما يضربش اقوى بكتير من اللي اول ما اتعصب او اول ما حصل اي حاجه شغل دراعه قبل عقله. يعني تخيل دكتور او قاضي او مهندس، واحد فضل سنين عشان يبني اسمه ويبني مستقبله، وهو وماشي في الشارع واحد شتمه او استفزه. هل من الرجولة انه يسيب كل اللي بناه ده وينزل بالمستوى؟ لانه هنا ممكن في ثانية يضيع مستقبله، يبقى في سجن او في محكمة، او انه يتسبب في اصابة انسان يعيش طول عمره ندمان. يعني يبقى عارف نفسه وعارف قوته وعارف يفرق بين كرامته وبين غروره. بس هتقولي هو لازم يرد؟ يا باشا لازم يرد ويدافع عن نفسه، بس في 1000 طريقة ان هو يدافع عن نفسه غير ان هو يشغل دراعه. انا بتكلم عن الشخص اللي اول حاجة عنده العنف، وده في الحقيقة مش دليل على القوة، وده مش كلامي. في علم النفس وقت الغضب او الخطر الجسم بيفرز مادة اسمها الادرينالين. المادة دي بتخلي ضربات القلب تزيد والنفس يسرع، ويبقى الواحد مش قادر يفكر بشكل سليم، والجسم كله يستعد لان هو يحارب او يقاتل عشان يحميك. وكده انت في حاجة بتحركك مش في كامل وعيك، فانت ممكن تعمل حاجة او تاخد خطوة او تضرب ضربة توديك في داهية. ضربة واحدة ممكن تعمل عاهة أو تكسر حتة مهمة في جسمك، أو تودي إنسان للسجن، تضيع له مستقبله. وعشان كده أنا مش بنبهر باللي قادر يضرب، لأن معظم الناس قادرة تضرب، ولكن أنا منبهر بواحد قادر يضرب ولكن عنده الإمكانية إنه يتحكم في نفسه ويكتم غيظه جواه ويسكت. هو قادر يكسر الدنيا ولكن عارف يتمالك نفسه.